الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Et maintenant, pour un exode, suivez-le, Antigone Orgues, suivez-le, mais lire ensemble avec moi, malgré mon populaire il faut, lire une phrase aussi ensemble, pour les prononciations, pour lire, pour arrêter, et après signification. Alors, nous continuons ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا
قالوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أخذنا عليك أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون من ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ورأى المجرمون نارا فظنوا بسم الله الرحمن الرحيم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنزهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربي وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ردما سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قدرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا يا ربنا يا خالقنا لك الحمد ولك الشكر للحياة إلى الجمعة الثانية في رمضان هذا العام. Oh nous mettre à toi l'honneur, à toi le remerciement de préserver la vie jusqu'à deuxième Jum'a dans Ramadan Salamila. لك الحمد ولك الشكر بالإسلام والإيمان. لك الحمد ولك الشكر بأمة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لك الحمد ولك الشكر لكل نعمة أنعمت بها علينا.
إلهنا يا ربنا يا خالقنا لك الحمد ولك الشكر لتلاوة سورة الكهف يوم الجمعة بعد الفجر. اللهم تقبل منا شهادتنا، تقبل منا إسلامنا، تقبل منا إيماننا، تقبل منا عباداتنا وصلواتنا وصيامنا وتلاوتنا ودعاءنا. اللهم ارزقنا ما وعدتنا على لسان نبيك من فضل تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة بعد الفجر. Voilà, accorde-nous ce qui te promet nous, l'eau la langue de prophète, pour celui qui lit Surah Kahf, ce vendredi après Fajr. Allahumma rzuqna nuran min jum'atin ila jum'a. Accorde-nous de lumière, un vendredi jusqu'à l'autre vendredi. Anzil alayna barakatis sama. Descends-nous bénédiction du ciel et de la terre. Allahumma aftah lana abwab rahmatik. Oh Allah, ouvre pour nous la porte de ton rahma. Anzil fi qulubina sakinataka. Descends-nous les cœurs de tranquillité. Ilahana, ya Rabbana, ya Khaliqana, bi'idhnika wa bimashiyatika, natubu ilayka, fi hadhihi as-sa'a wa fi hadha al-makan. Oh toi, nous ilah, nous Rabb, nous Khaliq, nous faire tawba, nous repentir à toi dans sa lieu-là, dans sa place-là. Wa nushhiduka bi tawbatina wa du'aina. Nous pouvons prendre toi-même comme témoin qui nous peut repentir envers toi pour nos repentance. Allahumma ij'al tawbatana tawbatan nasuha. Oh Allah, fais-nous tawba là, une tawba sincère. Waqbal ya tawwab tawbatana allati qaddartaha lana. Alors, ô nous maîtres, ô toi qui acceptes tawba, acceptez-nous tawba, parce que c'est toi qui nous décrète ça pour nous dans nos pradas, qui dans sa lieu-là, dans sa place-là, nous pourrons repentir à toi dans Ramadan. Ilahana, ya Rabbana, amartana bil istighfar, ton commande-nous pour demander toi pardon. Faghfir lana dhunubana kullaha. Alors pardonne tous nos péchés. Wala tada' lana dhanban illa ghafartahu anna. N'a pas un péché dans nos dossiers, excepté qu'il te efface tout de nous. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa li awladina. Oh Allah, pardonne-nous. Pardonne-nous madame, pardonne nos enfants. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina. Oh Allah, pardonne-nous papa, nous maman. Rabbana arhamhuma kama rabbayana saghira. Il y a une pitié pour eux, maman, papa. Oh Allah, comment je t'y continue les temps de titi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wallah, pardonne ban musulmans, musulmanes, pardonne ban imandar, hommes et madame, ban qui mort et ban qui encore vivant. Ya Sami'an qariban mujib ad-da'wat. Oh toi qui t'entends tout, qui prie avec nous, qui répond par doigt, man lana ghayruk, qui sanna qui nous n'a à part toi, yasma'ul qulub, li tannu ban likir, wa yujib et li répond. Ilahana, anzalta ilayna al-Qur'ana, wa ja'altahu nuran, tu fin descendre le Qur'an bien nous, et tu fin faire le Qur'an bien la lumière. اللهم اجعلنا نقرأ القرآن كل يوم واجعلنا نعقل بالقرآن ونتدبر بالقرآن. Voilà, fais-nous lire le Coran tous les jours. Fais-nous servir l'esprit avec le Coran. Fais-nous contempler, méditer avec le Coran. واجعلنا نفهم القرآن. Fais-nous comprendre le Coran. واجعلنا نعمل
na'malu bil Qur'an. Fais-nous réagir d'après le Coran. Waj'alna nanshurul Qur'an. Fais-nous propager le Coran. Allahumma ij'alil Qur'an al-azima nuran fi absarina. Oh Allah, fais le Coran ce tilawat une lumière dans nos yeux. Nuran fi absarina, une lumière fi asma'ina dans nos oreilles. Nuran fi wujuhina, une lumière dans nos visages. Nuran fi qulubina, une lumière dans nos cœurs. Waj'al al-Qur'an al-azima nuran fi quburina, et faire le Coran une lumière dans nos qabrs. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا في الدنيا والآخرة لا حجة علينا ولا في القرآن une preuve pour nous dans le dunya et dans l'akhirat et non pas une preuve contre nous. إلهنا أنت الحق أطمئن إله. C'est toi-même le vrai. قلوبنا بين أصبعيك. Nous va léguer entre les doigts. وتقلب القلوب كيف تشاء. Et te tourne par les cœurs comme toi tu as envie. قلب قلوبنا على معرفتك. Tourne les cœurs pour qu'on toi. ومعرفة توحيدك. Pour qu'on te l'unicité. ومعرفة مشيئتك. Et pour qu'on te مشيئة will. ومعرفة مشيئتنا. Et pour qu'on nous مشيئة nous volonté. اللهم اجعلنا واجعل عقولنا وقلوبنا مسلمة لك. والله fais-nous l'esprit, nous les cœurs, nous âmes. Soumets totalement à ta volonté. اللهم اجعلنا لك ذكارا واجعلنا لك شكارا. والله fais-nous pas qui tout le temps rappelle-toi, pas qui tout le temps remercie. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. ولا فنوفين بامبان غير مؤمن. واجعلنا من المتقين عن صيامنا. فنوفين بامبان متقي à travers صيام qui nous peut observer. إلهنا يا ربنا يا خالقنا إنك تحب المحسنين. En vérité, tout content qui fait du bien. فاجعلنا من المحسنين. Alors fais-nous vivre parmi les qui fait du bien. Allahumma innaka la tuhibbu as-sayyi'at. Ou Allah tu n'as pas content péché. Faqina as-sayyi'at. Alors nous peut demander toi protège-nous contre péché. Wa man taqi as-sayyi'at faqad rahimta. Et c'est lui qui te protège lui contre péché. Lui-même te gagne pitié pour lui. Ilahana يا ربنا يا خالقنا بنعمتي وبفضلي وبقوة تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة بعد الفجر par faveur, par la force, par de l'amour qui te donne pour celui qui lit Surah Kahf, Jour Jumu'ah après Fajr. حقق الحق بكلماتك في قلوبنا. Réalise la vérité par tes paroles dans nos cœurs. وأبطل الباطل بكلماتك من قلوبنا. Et démolis la fausseté par tes paroles de nos cœurs. واجعلنا من المخلصين. واجعلنا من المخلصين. واجعلنا من المخلصين. Et fais-nous vivre parmi qui toi te choisirais pour faire une sincère, pour vivre juste pour toi. إلهنا يا ربنا يا خالقنا اللهم ارزقنا حبك ولا أكون ton amour وحب من يحبك. Et l'amour de celui qui compte en toi. وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. Et l'amour de toute action qui vous rapproche nous avec de l'amour. علمنا وفقهنا. Enseigne-nous et fais-nous comprendre كيفية حبك. Comment besoin de compte en toi. إلهنا يا ربنا من الذي قدر لنا هذا الدعاء. Qui s'en a à part toi qui m'écrit dans nos qadar pour nous demander sa doigt là. وكيف تكتب ولا تقبل.
Comment est-ce qu'il te décrit dans nos cadavres après te pas accepter ça doit là de nous? Ma alimna hada min kitabika wala min rasulika. Nous n'avons pas fini d'apprendre ça concernant toi, ni dans ton livre, ni depuis ton rasoul. Walakin, mais, qulta lana tunjanu, ud'uni astajib lakum. Demande-moi, moi pour répondre ça. Wa qulta lana tunjanu. Ujibu da'wata dari idha da'an. Pour répondre, c'est lui qui demande moi, le moment qu'il lui demande. Ha nahnu, ala nula, nad'uka wa la nad'u siwa. Nous te demandons toi et nous n'avons pas demandé personne à part toi. Ya sami'an, qariban, mujibat da'wa. Oh toi qui t'entoure, qui prie avec nous et qui répond à l'invocation. Ya dal jalali wal ikram. Ô toi possesseur d'honneur, de gloire, de majestueux. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah suffit pour nous, lui-même meilleur gardien. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Aide, l'assistance vient depuis Allah et la victoire est proche. Ya akram al-akramin. Ô toi le plus généreux de tout monde qui est généreux. Ya hayyu ya qayyum. Ô toi qui vivant, qui est éternel. Nas'aluka wa nad'uka. Nous demandons toi et nous invoquons toi. Wa na'buduka wa laka nasjud wa narka. Nous allons te toucher. Pour te toucher, nous faire sajda et nous faire beaucoup. Allahumma arhamna wa la gagne pitié pour nous. Inna nas'aluka ridwaka wa maghfirataka wa jannataka. Nous te demandons toi de satisfaction, nous te demandons toi de pardon et de jannat. Nas'aluka ridwaka wa maghfirataka wa jannataka. Nas'aluka ridwaka wa maghfirataka wa jannataka. Ya Rabbana Na'udhu bika min sakhatika wa ghadabika wa nar. Nous te demandons pas de protection contre sanction, contre colère et contre différents l'enfer. ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم اجعل نفسك ورسولك أحب إلى قلوبنا مما سواهما والله fait toi et ton rasoul qui nous les est plus content que tous les restes. اللهم اجعل نفسك ورسولك ودينك الإسلام وكلامك القرآن أحب إلى قلوبنا والله fait toi et ton rasoul et ton Coran, ton kalam, et ton din al-Islam, bin sakin nous les plus content. Ilahana, ya Rabbana, ya Khaliqana, kullu nafsin za'iqatul maut. Ô toi, nous Rabb, tout en besoin de l'amour. Fanahnu al-mayyitoun, nous sommes alors des morts. Tawaffana ala al-Islam. توفنا على الحق. Donne-nous l'amour, l'islam. Donne-nous l'amour, la vérité. Warzuqna husna al-khitam. Accorde-nous un meilleur la fin. Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Birahmatika ya akram al-akram.